عم ايلون ماسك عامل لنا مطعم، مش كفايه عربيات يا عم ايلون، عامل لنا فيها شيف شاورما. ايلون ماسك قاعد يفكر ازاي يخلي ملاك عربيه تسلا ينبسطوا ويروقوا على نفسهم. ايلون شاف ان ملاك عربيه تسلا الكهرباء لما بيروحوا يشحنوا عربياتهم بيفضلوا قاعدين جنبها ما بيعملوش حاجه، عشان كده فكر يعمل لهم سينما ومطعم يتسلوا فيه لحد ما عربياتهم تشحن. عمل لهم مطعم على طراز الخمسينات وسينما، وعمل لهم كمان في المطعم قاعده جوه وبره. ايلون فكر قال لك كده كده الناس هتبقى قاعده مستنيين عربياتهم لحد ما تشحن، طب ليه ما نقدم لهمش حاجه تخلي تجربه الشحن ممتعه؟ الموضوع بدا من 7 سنين، سنه 2018 لما ايلون قال احنا بنفكر نفتح مطعم، وقال هنخلي في المطعم ده الروبوت اللي اسمه اوبتيموس. كمان قال احنا هنضيف المطعم على التطبيق ده اللي بيربط ملاك عربيات تسلا كلهم مع بعض. المطعم دلوقتي شغال وشغال حلو قوي. الخلاصه يا ابني وعمرك عمال بيجري وبطاريتك عماله تفضى، وكده كده في الشغل مسيرهم يستغنوا عنك، بس هيكون العمر جري وجسمك مش هيستحمل ضغط ولا شغل. عشان كده انا بقول لك فكر تستغل طاقتك وبطاريتك دلوقتي في مشروع يكون بتاعك انت، تحقق فيه شغفك. تابعني لو عايز تاكل في مطعم تسلا.